السلام عليكم. في مفاجأة سارة وغير منتظرة، انتقل قلب الهجوم الجزائري أمين غويري إلى نادي أولمبيك مارسيليا وصيف الدوري الفرنسي حاليا، وذلك منذ دقائق معدودة، حيث وقع رسميا على عقد لمدة 4 سنوات ونصف قادما من نادي ران. قيمة الصفقة بلغت حوالي 20 مليون أورو مع 5 ملايين قيمة متغيرات وحوافز. أقول أن الصفقة لم تكن منتظرة منذ حوالي 15 يوم أو شهر من قبل، حيث كان يدور الحديث دائما حول انتقال أمين غويري إما إلى البوندسليغا الألمانية أو إلى إحدى النوادي التركية، لكن في آخر المطاف أمين غويري انتقل إلى كبير الأندية الفرنسية، بما أن نادي مارسيليا هو الفريق الوحيد في فرنسا المتوج بدوري أبطال أوروبا، كان ذلك سنة 1992. أمين غويري سبق له أن لعب أيضا مع نادي أولمبيك ليون، وأيضا انتقل إلى نادي نيس ثم نادي إيران، وها هو يحط الرحال بنادي أولمبيك مارسيليا، النادي المعروف بتواجد جالية كبيرة وعدد معتبر من الأنصار في صفوف مدرجته. وبداية من هذا الأحد أمام أولمبيك ليون، أمين غويري سيكون حاضرا في صفوف مارسيليا، إما في أرضية الميدان أو على الأقل في المدرجات. إضافة جديدة ونوعية في انتقالات لاعبي المنتخب الوطني الجزائري الناشطين في المستوى العالي، خاصة في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى. بالتوفيق لأمين غويري وكل اللاعبين والرياضيين الجزائريين. شكرا لكم على المتابعة. لا تنسوا الانضمام إلى قناتنا المختصة بكل ما يتعلق بالشأن الرياضي الجزائري محليا إقليميا وعالميا، سواء الرياضات الفردية أو الجماعية. دمتم أوفياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.